صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل وصفة كده سهلة وسريعة. النهارده هنعمل بقى السمك الفيليه، بس النهارده هنعمله بطريقة حلوة جدا. هوريكم ازاي تعملوه بدون ان انتوا تقلوه، بدون قلية وبدون زيت. هنعمل كده حاجة سهلة وخفيفة. وكمان يعني ايه، خلاص اكيد احنا زهقنا طبعا يعني من السمك المقلي، فالنهارده هوريكم طريقة حلوة جدا تعملوا بيها السمك الفيليه. طريقتها سهلة جدا وطعمها بجد ونتيجتها مش قادرة اقول لكم قد ايه فعلا هي جميلة. يلا بينا على طول نبدأ. اول حاجة هنا معايا المكونات، معايا بطاطس. طبعا الكمية انتوا ممكن تحددوها بقى براحتكم، بطاطستين 3 يعني حسب ما انتوا عايزين، حسب كم فرد هياكل من الوجبة دي. نقطع بقى البطاطس كده حلقات، بس ما تكونش تخينة قوي، يعني ما تكونش سميكة قوي ولا تكون رفيعة قوي. يعني لو سميكة يعني هتستوي معاكم بصعوبة، ولو رفيعة هتتهري معاكم وهي بتستوي. فنقطعها يعني حلقات كده تكون متوسطة. دول 3 بطاطسات يعني في حجم المتوسط. وبعد كده كمان معايا طماطمتين، فانتوا ممكن بقى تزودوا الكمية او تقللوها، دي حاجة ترجع لكم انتوا، يعني حاجة براحتكم. قطعتها برضو حلقات كده رفيعة زي ما انتوا شايفين، يعني مش رفيعة قوي، يعني تكون برضو متوسطة. ومعايا كده بقى يعني حزمة صغننة كده من البقدونس، خدت الورق بتاعها وفرمتها كده بالسكينة. واحتاج كمان من فصين ل3 فصوص من الثوم، بقطعه برضو رنشات كده. وبعد كده ببتدي ان انا افركه كده بالسكينة، يعني نقطعه قطع صغيرة خالص. لو مش حابين تقطعوا التوم كده بالسكينة قطع صغيرة، ممكن تضيفوا ربع معلقة صغيرة من التوم المهروس، يعني لو حابين توفروا على نفسكم التعب. هضيف كمان بقى شريحتين 3 من الأنشوجة أو القليشي، بجد هتفرق معاكم في الوصفة ديت، هتدي طعم حلو جدا جدا. لو متوفرة عندكم يبقى هنضيف كده 3 4 قطع كده من القليشي أو الأنشوجة، ونقطعهم قطع صغيرة بالشكل دوت. وفي طاسة هنا بقى على النار هنزل بقى ب3 4 معالق كده من الزيت. وبعد كده ضفت التوم المهروس، هشوح التوم مع الزيت واجرب بس ان هو التوم يدبل شوية. وبعد كده ضفت معاهم فصين كده من الفلفل اللي هو القرون المجففة. لو حابين الوصفة تبقى يعني سبايسي شوية، يعني دي بقى براحتكم. ضفت كمان الأنشوجة وشوحتها كده شوية مع الثوم، يعني خدت كده من نكهة الثوم. وبعد كده بقى ابتديت ان انا انزل بالطماطم، هنبتدي بقى نرص الطماطم كده جنب بعضيها، يعني زي شكل وردة كده اهو. وبعد كده هضيف بقى شوية ملح، لو حابين كمان تضيفوا او تزودوا شوية كمون، يعني ربع معلقة صغيرة كده من الكمون زي ما انتوا عايزين. هغطيها بقى واسيب الطماطم ان هي تتسبك كده شوية، يعني زي يعني لما تلاقوا كده ان الطماطم ابتدت ان هي تدبل، هنزل بقى بالبطاطس وابتدي برضه ارصها كده حوالين داير، يعني برضه هنرصها كده على شكل وردة. وكمان عملت كده تتبيلة بسيطة ان انا اتبل بيها البطاطس. هنا دول معلقتين كبار من معجون صلصة طماطم، وزودت معاهم ربع كوباية من المية. والتوابل بقى عبارة عن ملح وفلفل وبابريكا وكمون. وكمان زودت معلقتين كبار من زيت الزيتون. هي دي بس الصلصة او التتبيلة اللي عملتها للبطاطس. وضفت كمان نص كوباية كده من المية، علشان البخار اللي هيطلع من المية هو ده اللي هيسوي معانا البطاطس، وهيسوي كمان معانا سمك الفيليه. البطاطس بقى احنا مش عايزين ان هي تستوي سوا كامل، يعني احنا عايزين البطاطس نص سوا. نختبرها كده بشوكة، نغرس شوكة كده ببطاطساية، يعني احنا عايزين البطاطس نص سوا، عشان احنا لسه طبعا هنرص السمك الفيليه على الوش، عشان كل حاجة يعني تستوي بالمظبوط، والبطاطس كمان تاخد نفس سوا السمك. لكن لو البطاطس لو احنا سويناها سوا كامل وبعد كده ضفنا سمك الفيليه، فالبطاطس هتتهري. وبس كده كده بقى انا رصيت كده اخر حاجه السمك الفيليه. السمك طبعا انتوا ممكن تختاروا اي نوع سمك فيليه انتوا بتحبوه، يعني مش شرط نوع معين. وزودت بقى كده شويه ملح صغيرين، ولو حابين بقى تزودوا كمان ربع معلقه كده من الكمون. ولو عندكم كمان في التلاجة بقى شوية زيتون كده، زيتون اسود كده مخلي، ممكن بقى تزودوا بيهم تضيفوهم كمان، بجد بيدوا طعم حلو جدا. واخر حاجة بقى هزين بيها شوية بقدونس كده اهو، شوية بقدونس مفرومين هزودهم بقى على الوش كده، دي اخر حاجة. ورجعت بقى غطيت كده دقيقتين 3، مجرد بس ان البقدونس والزيتون ان هما بس يتبالوا كده حاجة بسيطة. وكده بقى الطبق بقى جاهز، مش قادرة اقول لكم بجد ريحته عاملة ازاي، ريحته وطعمه بجد في منتهى الجمال. الطبق دوت مش محتاج غير حاجة واحدة، طبق سلطة ورغيفين عيش وبألف هنا، بجد أسرع وأجمل وجبة ممكن تعملوها.
حلو جدا، وكمان طعمه خفيف جدا. وجبة كده مشبعة، فيها طماطم وفيها سمك فيليه وفيها بطاطس وفيها زيتون، يعني فيها حاجات كتير جدا. الميكس كده كله على بعضه بجد حلو جدا. النهارده بقى بعدنا شويه كده عن السمك المقلي، النهارده عملناه بقى بطريقه حلوه كده وسهله. شايفين قد ايه بقى البطاطس كده دايبه دوب كده، بطاطس مستويه، وشايفين كمان السمك قد ايه فعلا مستوي. بجد الطعم مش قادره اقول لكم، فعلا طعمها في منتهى الجميل. اتمنى بجد الفيديو النهارده يكون عجبكم. جربوا الوصفه وقولوا رايكم فيها ايه. وبكده وصلنا نهاية فيديو النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبألف هنا على كل هيجرب وصفة النهاردة، وأشوفكم تاني على خير.